بحلقة سابقة حكينا لكم عن فوائد الكارديو، بس اليوم بدي احكي لكم عن أخطاء الكارديو. أنا الكوتش هادي. في ناس بتعتقد وبتقول انه يلا انا فايت العب كارديو كرمال انحف، ولكن هذا التفكير خاطئ، وبيفكروا الكارديو هو المسؤول الاول عن التنحيف، وبرضه هي الحقيقة خاطئة. اذا انت ما عم تعمل نظام غذائي مدروس السعرات الحرارية، فانت ابدا ما رح تستفيد من الكارديو بالفائدة اللي انت متخيلها، لان الكارديو هو ما له بديل عن النظام الغذائي الصح. أيضاً من الأخطاء الموجودة بالكارديو هو التوقيت. يعني في عالم بتقلك يلا أنا فايتة اتمرن 20 أو 30 دقيقة كارديو قبل تمرين الحديد، وبعدين فايت اتمرن حديد، لأنه بيفكروا أنه الكارديو عم يحرق أكتر من الحديد. لا أبداً، وهذا الشيء خاطئ. أكبر غلط أنك تعمل الكارديو قبل تمرين الحديد، لأن حيروح لك كل الطاقة ويسحب لك النشاط، فحتفوت على صالة الحديد وانت ما عندك القوة أبدا لأنك تحمل الأوزان. طيب شو الحل؟ كتير مهم أن نساوي الكارديو بعد التمرين مباشرة، أو في نساويه بحصة منفردة لحالها. بس في حال اعتمدت وبدنا نساويه بحصة منفردة لحاله منعزل عن الحديد، فلازم يكون في توقيت بين الحصتين بين 3 ل 4 ساعات مع وجبة. برضو الإفراط بالكارديو هو مضر، يعني بلغة تانية الزائد أخو الناقص. إنك تكتر لعب حديد غلط، إنك تكتر أكل غلط، إنك تكتر نوم برضو غلط، إنك تكتر كارديو أيضا غلط، لأن كترة الكارديو رح تؤدي إلى تعب وإنهاك عام بكامل جسمك، وحتزيد من توترك. وأيضا الكارديو يوميا هو خطأ، فخلينا نحافظ عليه بين 4 ل 5 مرات أسبوعيا. الملاحظة الأهم لليوم هو توتر تمرين الكارديو، وهذا اللي أنا شخصيا بسميه هو فخ الكارديو، وهي الملاحظة هي زبدة الحديث تبع حلقتنا لليوم. في ناس بتعمل جري، في ناس بتعمل مشي سريع، في عالم تعمل نط الحبل، في عالم تعمل هيت كارديو، فهدول كلهم رح يفيدوك بموضوع الكارديو. بالنهاية هن كلهم كارديو، بس لا تفكر أبدا أنه إذا عملت هيت كارديو أو عم تركض فأنت رح تحرق أكتر. أما الحقيقة الهيت كارديو أو الجري الركض السريع هو رح يتعبك أكتر. مثل ما سبق وحكيت لكم بحلقة سابقة، رح حط لكم الرابط تبعها بالوصف. الفرق مين الأهم، المشي السريع ولا الركض؟ فالفرق هو أيضا عم بيكون بالتوقيت، يعني 20 دقيقة مشي سريع هي عم تعادل حرق 10 دقايق هيت كارديو. بس مو يعني إنك إذا عملت توتر عالي بالكارديو يعني رح تحرق أكتر، لا أبدا. دائما وأبدا بتمنى لكم كل الفائدة معي. هاد كان كل شي لليوم، استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة ومعلومة مفيدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هادي.